ستريس من الحاجات المضره جدا بالحيوانات الاليفه. فكره ان عندك قطه او كلب معرض لضغط نفسي لفتره معينه بتاثر عليك. كمثال مثلا عندك قطه دلوقتي وفي طفل بيلعب معاه بس بعنف شويه، يعني بيشد من ديله او بيجره، بيرفعه منه، بيجري وراه بشكل سريع بخطوات واسعه، او في اصوات عاليه جنب البيت، ورشه مثلا، صوت جرار، شنيور، هتبان بقى علامات الخوف او الدفاع عندهم. ساعتها بيجروا يستخبوا على طول في اي مكان جوه البيت. لو جينا بقى عملنا ساعتها تحليل دم بيبان حاجه مميزه جدا، ستريس ليكوجرام. كرات الدم البيضاء بعضها بيزيد وبعضها بيقل في العدد بشكل محدد. الليمفوسايتس والايزينوفيلز بيقلوا والنيتروفيلز والمونوسايتس بيزيدوا. كل ده بقى عشان ايه؟ عشان الكورتيزول زاد. هرمون الكورتيزول هو هرمون الضغط النفسي يعني. لكن ده ستريس يعني عامل مؤقت بتحدد مصدره وبتعرف تنهيه. لكن انا هنا بقى جاي اقول لك ان ممكن الحيوان بتاعك يفضل يعيش في الحاله دي بصفه مستمره بدون وجود ضغط خارجي. مفيش ستريس وبرضه كورتيزول عنده عالي، او العكس كورتيزول عنده قليل ومفيش مسبب خارجي ليه. كل ده بيطلع من الادرينال جلاند، الغده الكظريه. استنى الفيديو ده.